ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حابة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو الاخير للفيديو ده. انا بقالي فترة طويلة جدا مفيش باور ان الواحد يصور او يمنتج او يعمل اي حاجة. يعني الظروف بجد بجد خارجة عن ارادتي، فيا رب يا رب يكرمنا جميعا ويزيل عننا الهم والكرب وكل حاجة وحشة. اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسونيش باللايك الحلو والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصل لكم مني اشعار بكل جديد. ويلا نبدأ روتيننا النهاردة. هو روتين بسيط جدا جدا في المطبخ، بس علشان حبيت انزل فيديو، علشان طبعا القناة الريتش بتاعها واقع جدا جدا جدا، وده طبعا خارج عن ارادتي زي ما قلت لكم. فقلت اعمل كده روتين بسيط يحفزكم ويشجعني ان انا يعني استمر، وان انا ابقى معاكم دايما متواجدة، وان انا دايما اعمل معاكم روتينات برضو تشجعكم وبرضو اتشجع بيكم ومعاكم. اول حاجه طبعا شفتوا شكل المطبخ كان عامل ازاي. اول حاجه هنعملوها طبعا نغسلوا المواعين. دي اهم حاجه. طول ما انتي مطبخك بجد فاضي بتحسي ان دنيتك رايقه اخر روقان. بجد المواعين دي يعني حاجه مستفزه جدا، بس هنعمله ايه بجد؟ الله يعيننا جميعا يا رب. اول حاجه هغسلها طبعا افضي الحوض، وبعد كده هكمل بقى كل اللي معايا. طبعا الواحده لما بتبقى نفسيتها طبعا تعبانه، او هي تعبانه عضويا، بصوا نفسيا او عضويا الاتنين بصراحه اصعب من بعض. ما بيبقاش عندها باور خالص ان هي تقوم تعمل اي حاجه. دلوقتي بقى هجيب اللي هو مزيل الدهون. ده جايباه كنت من عند فتح الله، حلو جدا. طبعا رشيته على البوتاجاز واسيبه كده لمدة نص ساعة، وبعد كده اروح اغسل البوتاجاز. ده كنت جايبة نعناع اخضر حلو جدا، وكرفس وبطاطس وجزر وكوسة، عشان هنعمله مع بعض النهاردة أكلة حلوة جدا وأكلة صحية. علشان وانا بصور لكم كنت الفيديو ده انا كنت يعني بدأت اعمل دايت. ف... فالأكلة دي جميلة جدا، فالدكتور قال لي يعني ان انا اعملها 3 ايام في الاسبوع، اللي هي شوربة الخضار حلوة جدا. بصوا الكوسة طبعا هجيبها و انضفها وانضف برضو الجزر. بعملهم باللي هما القطاعة دي، حلوة جدا وسريعة. طبعا اسهل بكتير ما كنا بنعمله بالسكينة والكلام ده. بس انا بصراحة بعمل الكوسة والجزر بس، لكن البطاطس بحب دايما اقشرها بالسكينة عادي يعني، ما بحبش اعملها بالقشارة دي. بس هخلص بقى كمية الجزر وكمية الكوسة. الجزر يا جماعة ب20 جنيه، مش عارفة ليه كنت جايبة ربع ب5 جنيه، لكن وقتها كانت الكوسة ب10 جنيه، جبت نص ب5 جنيه. والبطاطس ما أدراكي ما البطاطس. البطاطس دلوقتي عاملة 18 جنيه و20 جنيه، أنا مش عارفة ليه. حاجة يعني لا تطاق، وربنا يرحمنا يا رب برحمته. زي ما قلت لكم بصوا، انا بحب اعمل البطاطس بالسكينة، ما بحبش اعملها بالقشارة. في ناس كتير ما اعرفش بتعملها بالقشارة، بس كل واحد طبعا وليه نظامه في عمايل حاجته. اهو بصوا بعملها وحلوة يعني، ببقى مبسوطة جدا وانا بقشرها كده بالسكينة. زي ما قلت لكم عشان نعمله مع بعض أكلة خفيفة كده وصحية. ده زي ما بقول لكم ان ده روتين بسيط جدا جدا جدا، بس علشان اشجعكم واتشجع بيكم، وعلشان زي ما قلت لكم ان ريتش القناة واقع جدا جدا، فلازم كده صحصحها وافوقها. بالظبط القناة دي يا جماعة عاملة زي الوردة اللي لو ما سقيتهاش كل يوم بجد هتدبل وهتموت. فانا كل ما احس ان هي خلاص هتدبل وتموت ازقيها بقى، ان انا انزل روتين، انزل ممكن وصفة، انزل جولة، اي حاجة. طبعا غسلت الكوسة وغسلت البطاطس وغسلت الجزر، وهقطعهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا التقطيع ده حرية شخصية بقى، انتي حرة يعني، عايزة كبير عايزاه صغير، إيه اللي يريحك. طبعا دخلت بقى على البوتاجاز، كان واقع عليه لبن وكان عليه دهون، جبت سلكة بقى ناعمة كده، ويلا بقى ايه اديله ادي بقى، يعني خليه زي الفل. بجد السلكة بتفرق جدا، بتخلي البوتاجاز بيلمع، و اي حاجة عليه مش نضيفة برضو بتنضف. وزي ما قلت لكم مزيل الدهون ده اللي كنت جايباه من عند فتح الله، روعة روعة روعة، حلو قوي قوي قوي. مش عارفة بصراحة، مش متذكرة اسمه بصراحة.
بس انا متعوده عليه بالذات للبوتاجاز، عشان البوتاجاز الاستانلس مش اي حاجه تحطيه عليه. لو هتجيبي منظف من عند قصدي سوري مزيل دهون من عند بتاع المنظفات، صدقيني والله بيبوظ البوتاجاز عشان الاستانلس بجد بيضيع. طبعا كده بقى جبت السلكة وبدعك الحنفيات وبتاعة الفلتر والحوض وكل حاجة بقى، كل حاجة عايزاها كده تلمع وتبقى منورة كده وتبقى دنيتك زي الفل علشان تكملي اللي وراكي. خلاص كده بقى عشت في كل حاجة. طبعا المواعين انا قلت لكم كل ما في مواعين في الحوض بجد والله بتحسي انتي متوترة ومش قادرة ان انتي تعملي الغدا بتاعك ايا كان، حتى لو غدا بسيط برضو عايز مساحة، عايز نظافة، عايز ان انتي تبقي واقفة في الحوض حوضك فاضي ودنيتك نظيفة وكل حاجة رايقة حوالين منك. بجد يا جماعة بيفرق جدا 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 والله. كنت عايزة اقول لكم كده حاجة معلومة حلوة جدا سمعتها، ان المودة اللي بين اي شخصين يعني بيهدمها 3 حاجات بجد والله. كثرة الخطأ، ان انت او انتي تعملوا اخطاء كتيرة في حق بعضكم، او كثرة الكذب، ان الكذب بجد اخرته وحشة جدا جدا جدا. دايما معظم الرجالة مثلا يقولولك ان انا بكذب عليكي علشان المركب تمشي والمركب تعدي ومتقفش. بالعكس يا جماعة، كثرة الكذب دي ما بتخليش المركب تعدي، بالعكس دي بتخلي المركب بجد تغرق باللي فيها، لان الكذب بجد والله اخرته وحشة. وقلة الاهتمام، قلة الاهتمام دي بقى شيء قاتل جدا 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 يا جماعة. الاهتمام حتى لو بكلمة، حتى لو بفعل بسيط جدا جدا جدا، بجد هيغير الحياة بين اي شخصين، بين يعني اي زوجين. لو الزوجة لقت اهتمام من زوجها بجد والله هتحس ان الحياة حلوة، هتحس ان عندها طاقة، هتحس ان عندها باور ان هي تكمل وفي حاجة بتحفزها. فزي ما قلت لكم ان لا يهدم المودة بين شخصين الا 3 اشياء: كثرة الخطأ وكثرة الكذب وقلة الاهتمام. بجد الحاجات دي يا جماعة بتقتل الواحدة. او العكس، مثلا لو الزوجة هي اللي بتعمل كده مع الزوج، ما لازم برضو نتكلموا على الطرفين، ما نبقوش يعني مش عشان انا ست هبقى متحيزة للستات، لا. ممكن تكون في ست طبعها كده وزوجها يكون انسان كويس وما يتجازاش منها اللي هي بتعمله معاها، او العكس ان الزوجة تكون كويسة وان زوجها ممكن يعمل يعني معاها حاجات ان هي اصلا ما تستاهلهاش، وان هي اصلا ما الحاجات دي ممكن تدمر فيها حاجات كتير جدا 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 زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى هنبداوا الغدا بتاعنا البسيط السهل الجميل الصحي. جبنا الحلة وحطيت المادة الدهنية زيت عافية، وحطيت لسان العصفور علشان هنعمله طبعا شوربة الخضار بلسان العصفور. وجبت بصلاية صغيرة قطعتها نصين وحطيتها على لسان العصفور. وهنزل دلوقتي بمرقة مكعب مرقة، ده فاين فوز مش ماجي. وهقلب بقى كله كده مع بعض. اول ما لسان العصفور معانا ياخد اللون اللي هو الذهبي هنكمله وصفتنا. وحطيت ورق لوري زي ما انتم شايفين وشوية فلفل اسود. بجد الحاجات دي لما بتتحط دايرك على لسان العصفور وتقلبي بتخلي الريحة جميلة جدا جدا جدا. خلاص هحط بقى الخضار بتاعي، الكوسة والجزر والبطاطس بعد ما قطعتهم وغسلتهم كويس جدا وصفتهم. هقلب بقى كل المكونات اللي معانا مع بعض، وبعد كده هنزل بالمية بتاعتي. المهم ان المية بتاعتك تغطي الخضار، يعني ما تبقاش اقل من الخضار، لا، عايزينها تغطي الخضار. زي ما قلت لكم ان بجد بجد بتفرق جدا شوربة الخضار. يعني انا لما رحت للدكتور الدايت قال لي ان هي 3 ايام في الاسبوع، وفي يومين سمك شوي، وفي بقى بيض مقلي. طبعا البيض المقلي بيبقى مثلا عندك سمنة فلاحي، لو ما عندكيش ممكن تحطي مكعب زبدة حتة صغيرة جدا وتقلي البضاية وتاكليها بنص رغيف. بجد نظام حلو جدا مع دكتور معروف جدا على السوشيال ميديا، دكتور محترم جدا. وبجد الحمد لله الحمد لله انا اول اسبوع خسيت معاه 3 كيلو. بجد نظامه حلو ومفيهوش اي حرمان،
بجد نظامه حلو جدا جدا. بصوا بقى، انا هعمل برضو جنب شوربة الخضار انا دلوقتي حطيت الملح على شوربة الخضار، وهعمل صدوق. الصدوق طبعا انا بنزل بيه لازم ياخد الصدمة، حطيت له شوية فلفل اسود، وبنزله لحد ما ياخد الصدمة معايا ولونه كله يبقى واحد. عايزة اللون معاكي كله يبقى واحد. بعد كده نشوف هنعمله مع بعض ايه. انا عايزه اسالكم بقى سؤال كده، وانتوا شايفيني طبعا بعمل الغدا البسيط ده معاكم. ان يا جماعه لما حد مثلا يكسرك، او يتعمد ان هو يجرحك او يكسر قلبك، فلما يجي مثلا يتراجع ويقول لك مثلا لا اغفري لي او سامحيني، او مثلا مش هعمل كده تاني، ايا كان بقى يعني الموقف اللي انتي مريتي فيه مع الشخص ده، قال ان احنا نسامح ونغفر، ولا طبعا الموضوع ده ياخد وقت ولا لأ؟ يا ريت يعني لو حد بجد من المتابعين بي هيتفرج على الفيديو وسمع سؤالي، بجد بجد يكتب لي في الكومنتات. بس احنا عارفين ان التسامح ده سمة من عند الله سبحانه وتعالى، بس دايما نقوله ايه؟ ان انتي بشر، مش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيغفر وبيسامح، لكن انتي بشر، حتى لو سامحتي برضه هتاخدي وقت. ولا انا كلامي مش صح؟ فلو حد بجد سمعني وشاف الفيديو يقول لي في كومنتات. انا عارفة ان التسامح حاجة كويسة جدا، فمش عارفة والله. دلوقتي بقى هننزل ب جبت طماطم وقطعتها كده حتت صغيرة، وهنزل بيها على الصدوق. بجد يا جماعة بيديله طعم فوق الروعة، حلو جدا وسهل وبسيط وممكن تعمليه في 5 دقايق، وممكن يبقى غدا. لو انت هتجيبي مثلا عيش فينو، ممكن تقطعيه تحشيه في العيش الفينو، وتعملي جنب منه مثلا بطاطس محمرة او شيبسي. بجد غدا برضو سهل وبسيط. لو انت مثلا جاية من شغلك او كان عندك مشوار وراجعة وما عندكيش وقت، بجد اكلة بسيطة وسهلة. دلوقتي بقى جبت الكرفس، غسلته وصفيته وحطيته على شوربة الخضار. بجد كان طعمها فوق الروعة، واكلتنا النهاردة كانت اكلة صحية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. وباذن الله اشوفكم فيديو جديد وروتين جديد، واشوفكم على خير يا احلى متابعين، ومع السلامة.